هو ليه سيدنا رسول الله اتخذ اسم طائر العقاب اسما لرايته السوداء دونا عن بقيه الكائنات الحيه؟ اسمع للنهايه وانت تعرف. انت عارف ان طائر العقاب من الكائنات النادره اللي بتتصف بالكبرياء وعزه النفس؟ طب انت عارف ان طائر العقاب لو حلق للسماء ما يقدرش اي طائر تاني انه يطير في السماء او يتحرك على الارض حتى لو كان نسر؟ وعلشان كده اتلقب بملك الطيور بلا منازع. العقاب شبيه للصقر ولكن اقوى منه ب10 اضعاف، جناحه خفيف وسريع للطيران، بتوصل سرعته ل 240 كيلومتر في الساعه، نظره حاد جدا بيقدر يشوف الاسماك في الميه من ارتفاع 40 متر، مش بياكل غير اللي اصطاده ولازم تكون فريسته حيه، ومش بياكل غير لما يجوع، ولو كل مش بيشبع. استحالة طائر العقاب ياكل الجيف او الحشرات، ولو ما لقاش صيدة طازجة مش بياكل، وبيفضل انه يبقى جعان على عكس النسور اللي ممكن تاكل الجيف عادي. والغريب في طائر العقاب انه بياكل الطيور ما عدا قلبها، وبياكل الحياة ما عدا رؤوسها، وافي جدا لزوجته وبيعيش معاها العمر كله، وبيبني عشه في اعلى الجبال، وبيعيش لمدة 85 سنة. علشان كده ما نستغربش لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ العقاب اسما لرايته السوداء، والملك صلاح الدين الايوبي اتخذه شعارا للدولة الايوبية. وفي النهاية صلى على الحبيب.